اكاد اجزم ده احلى تحديث حصل للدي 5. خلاص هو عمل لي توزيع للعناصر. لو بتشتغل على الدي 5 ريندر لازم تعرف ان تحديث 2.11 نزل، وده مش مجرد تحسين، ده اضافه حلوه جدا وهتحلي المنافسه بشكل كبير، وبصراحه جربته وفعلا مبهر. في الفيديو ده بقى هشارككم اكتر مميزات عجبتني بشكل كبير وهتستخدمها وهتنفعك بشكل مباشر في الشغل بتاعك. اول ميزه واضحه بمجرد ما تفتح التحديث هي الدي 5 لانشر. اول ما تفتح الدي 5 لانشر هتلاقي ان الدي 5 لانشر تم اعاده تصميمه بالكامل. لو بصيت هنا هتلاقي ان هنا القوائم الرئيسيه بقت موجوده على الجنب الشمال، وهتلاقي هنا الريسنت بروجكتس بشكل انضف وشكل احلى بكتير، والنيو بروجكتس والاوبن بقوا موجودين على الجزء اليمين فوق. مش هناخد وقت كتير في الجزء ده عشان مش مهم قوي، يعني تحديث حلو وجميل. انا مستعجل بصراحه وعايز اخش على التحديثات الجديده. نبدا باكتر اضافه هتخلي المنافسه صعبه جدا جدا جدا، واحلى حاجه حصلت في التحديث ده بصراحه من وجهه نظري، وهي الاي اي والسمارت بلانتنج. لو فتحت كده الدي 5 فوق هتلاقي حاجه هنا اسمها الاي اي ايجنت. الاي اي ايجنت مجرد ما تفتحه هتلاقي ده زي تشات جي بي تي مصغر للدي 5. تقدر من خلاله ان انت تكتب اي مشكله انت عايز تسال عليها، او لو انت محتاج ان انت تعمل اي حاجه هاو تو سيف مثلا، هتلاقيه بيقول لك ازاي تقدر تعمل سيف للبروجكت على الدي 5. دي حاجه. بس الحاجه الجميله اللي احنا محتاجين نبص عليها المره دي هي السمارت بلانتنج. السمارت بلانتنج دي ميزه جميله جدا. دلوقتي تقدر توزع المشهد بناء على المناخ، الموسم، او حتى على حسب جغرافيه الموقع. طيب دي نعملها ازاي؟ هتلاقي لو بصيت كده على السمارت بلانتنج او الاي اي ايجنت هتلاقي ان هو مديك 3 اختيارات. الثلاث اختيارات دول كل واحد فيهم ليه وظيفه معينه ومختلفه عن الثانيه. هتلاقيه مقسمهم ل3: المينيماليست، فلوراليست، جاردن. ده لو انت بتحب تشتغل بالاوراق فقط، ما بتحبش تحط اي فلاورنج في الموضوع، هتلاقي ان انت ممكن تختار اول كاتيجوري. تاني كاتيجوري هتلاقيها هي الناتشورال بيرينيال فلاور بيد، ودي عباره عن زهور معمره وحاجات تقدر تستخدمها. لو انت بتحب الطبيعه المستدامه تقدر تختار الكاتيجوري رقم 2. ولو انت بتحب السيزونال فلاور بيد، لو انت بتحب الزهور الملونه على حسب كل سيزون، تقدر تختار. لو بصيت تحت هتلاقي ان هو محضر لك البرومبت اللي انت تقدر تشتغل عليه. مش هتحتاج بس غير ان انت تعدل الدوله مثلا، وهنا تقدر تختار اللون، خلينا في البينك، وهنا تقدر تختار سبرينج، اوتوم، سمر، وينتر. طبعا سويسرلاند مش لاقي ليها بديل، فانا ممكن اكتب مثلا ايجيبت وخليني اعمل البرومبت. هيخلص بروسيسنج ونبدا نشوف ممكن نستخدمه ازاي. دلوقتي هتلاقي الدي 5 عمل لك قائمه بكل النباتات اللي انت تقدر تستخدمها دلوقتي في مثلا في المنطقه اللي فيها الشربس، زي اللي انت شايف عندي في الجزء ده كده. وهيديك 2 اوبشنز تقدر تختار ما بينهم: اوتو سكاتر وهتلاقي اكسبورت. اكسبورت دي هتسهل عليك الدنيا شويه ان انت تطلع شيت اكسل. الحاجه الثانيه ان انت تقدر تعمل اوتو سكاتر بكل بساطه على السطح او على اي سطح موجود. وانا عاوز اعمل اوتو سكاتر هنا بالشكل ده. لو هو بيعمل بالموديل انا بضغط على اكس عشان احول للماتيريال مود للسكاتر، وبعد كده بضغط على كرييت. واو واو واو، اكاد اجزم ده احلى تحديث حصل للدي 5. خلاص هو عمل لي توزيع للعناصر لكل الفيلا، ودي حاجة جميلة جدا، وفرت عليك وقت طب مش طبيعي. طبعا الدي 5 برو مش عندي، الاشتراك خلص، بس ايا كان تحفة تحفة تحفة. نقدر نشتغل عليها بسرعة، واقدر اعمل ريندر في ثانية. لو خدت بالك هتلاقي ان تقريبا كل حاجة اتوزعت بالشكل ده. نيجي بقى للحاجة التانية والميزة العبقرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، اللي هتوفر برضو وقت عليك في الشغل وتسهل عليك اختيار الخامات. لو حتى العميل بعت لك صورة تقدر تشتغلها بكل سهولة. الميزة هي ال AI Material Snap. لو بصيت على الاسيتس هنخش على الماتيريال، هنلاقي ايكون جديده كده ظهرت اسمها الاي اي ماتيريال سناب. الاي اي ماتيريال سناب لو ضغطت عليها هتلاقي فتحت لي حاجه زي ما انت شايف كده. همسح الصوره دي وتعالوا نجيب صوره الفيلا. تعالوا نحط صوره لفيلا زي دي العميل بعتها لي ونشوف ممكن نعمل بيها ايه. لو نزلت هنا على السهم ده مجرد ما بضغط عليها هو بيحلل الصوره، وبعد كده يبدا يقول لي اختار التكستشر اللي انت عاوز تحطها. طبعا السلكشن مش احسن حاجه، هو فاهم خامه الرخام. تعالوا نختارها ونضغط على جنريت. طبعا هي بتاخد من الكريدتس بتاعتك، في الفري ليك 50 كريدت، وهنستنى شويه. طبعا تحفه، عمل لي نفس الماتيريال بالظبط ونفس خامه الرخام، وكمان اداني اقتراحات تحت لو انت عاوز تغيرها او تشتغل بيها. طب لو انا عاوز اشتغل بيها دلوقتي هعمل ايه؟ هخش على الاي دروبر هنا، يلا بينا نحطها. لو التايلنج مش مظبوط هتخش على الاوبجكت زي ما اتعودنا، وبعد كده نعمل تراي بلانر.
لو ما ظبطتش هنخش على اليو في ونزود براحتنا لحد ما تحس ان هي مظبوطه. في ثانيه خد الخامه اللي موجوده من الصوره وحطها على الاوبجكت، وتقدر تشتغل كده بكل سهوله على طول. وطبعا كل ما الصوره كانت الكواليتي بتاعتها اعلى كل ما قدرت تاخد اوبجكتس منها كتير جدا. حتى الجرين، حتى الشجر تقدر تاخد اي صوره. طبعا الصوره مش واضحه قوي، ممكن نستخدم صوره تانية. يلا بقى نروح على اخر حاجه عجبتني برضو قوي، وهي الادفانسد براش. لو بصيت فوق هنا كده هتلاقي حاجه جديده تمت اضافتها اسمها الادفانسد براش، لذيذه جدا ومن الحاجات الفري اللي نقدر نستخدمها. تعال نشيل، احنا شلنا السكاتر اللي هنا، تعال بقى نستخدم ادفانسد براش واعمل كده مثلا. ولو بصيت هنا على اليمين هتلاقي ان انت عندك الراديوس بتاع البرش والكونتنت. الكونتنت جميل جدا ان انت تقدر تخش على الشرابس وتختار الشراب اللي انت عاوزها وتختار الشراب اللي انت حاببها. انا اختار مثلا الاجزاء دي، هلاقيه في ثانيه عملهم لي بالشكل ده، واقدر ابينت البرش بكل سهوله في السين كله زي ما انا عاوز. الموضوع بسيط جدا، وفي ثانيه برضو استخدمت الفري، وفي نفس الوقت قدرت اوزع العناصر بكل سهوله. لو انا عايز امسح من البرش برضو بضغط على الالت، او من هنا اضغط على الزائد واختار كل او برش كل، بحيث ان انا اقدر الغي اي حاجه انا عاوزها زي ما انت شايف كده. ومفيد جدا للاركتكتشر فيجواليزيشن، الموضوع هيبقى اسهل. بس انا عاوزك تقول لي جربت التحديث ولا لا، ولسه بتستخدم برامج الريندر التقليديه ولا لا. لايك لو عجبك الفيديو، ما تنساش تعمل الابديت الاخير ده، وما تنساش تتابعني على قناه التليجرام واليوتيوب والتيك توك. سلام.